بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيديو جديد كورة كل يوم مع مؤمن وأخبار جديدة عن أكبر قلعة رياضية في مصر وبطل أبطال أفريقيا نادي الزمالك. لما بقعد أسأل ما بيني وما بين نفسي ليه الأهلي متفوق على الزمالك؟ الأهلي متفوق؟ الأهلي متفوق. متفوق بالحكام بقى، متفوق باتحاد الكورة، متفوق برجالته اللي في الكاف. المهم إنه متفوق وخلاص. عدد البطولات يشهد على كده، واللي حاصل النهارده من امكانيات ماديه برضه يشهد على كده. ولكن لما نحسبها هنلاقي بمنتهى البساطه ان كل المنتمين للنادي الاهلي سواء ولاد النادي خارجين من جوه النادي او حتى بيشجعوه حاطين الاهلي قدامهم رقم واحد، ومصلحه الاهلي قبل مصلحتهم الشخصيه، على عكس اللي بيحصل في الزمالك تماما. النهارده تشوف طارق السيد خرج بره المسؤوليه طلع يقطع في النادي، امير عزمي طلع بره المسؤوليه خرج يقطع في النادي، واللي موجودين النهارده لو خرجوا بره المسؤوليه هيطلعوا يقطعوا في النادي. عمرك شفت الكلام ده في الاهلي؟ عمرك شفت لاعب سابق في الاهلي حتى لو اتطرد طلع يتكلم بشكل سلبي عن النادي؟ عمرك شفت اداري او مدير فني او مدرب عام حتى لو خد على قفاه وهو خارج من النادي طلع قطع في الاهلي او جاب سيرته بشكل غلط؟ للاسف هناك ما بيحصلش كده، وعندنا بيحصل كده. اتمنى من الناس المحترمه اللي مسميين نفسهم ولاد النادي انهم يحطوا مصلحه نادي الزمالك قبل مصلحتهم وقبل اي حاجه تانية. خلينا نبدا فيديو النهارده، ولكن قبل ما نبدا ادعموا الفيديو بلايك وشير، اشتركوا في القناه، فعلوا علامه الجرس، ويلا بينا على اول الاخبار. معسكر مغلق في الاسماعيليه. قرر الجهاز الفني لفريق كرة القدم في الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو الانتظام في معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية يوم الأربع استعدادا لمباراة الأهلي المقبلة في مسابقة الدوري، حيث يستأنف الزمالك تدريباته يوم الثلاث على ملعب النادي استعدادا للقاء القمة المرتقب بعدما حصل اللاعبين على راحة من التدريبات يوم الاثنين. من المقرر أن يختار المدير الفني قائمة الفريق التي ستنتظم في معسكر مغلق في مدينة الإسماعيلية عقب الميران، على أن ينهي الفريق معسكره بالإسماعيلية مساء الجمعة وينتظم بعدها في معسكر بالقاهرة في نفس اليوم استعدادا للقاء الأهلي. يعني هو حاجة بتؤكد على أهمية المباراة وتركيز الفريق بإذن الله في لعب المباراة دي بشكل جيد والفوز فيها. اتجاه جديد داخل الزمالك نحو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد لاعب نادي الزمالك اللي بينتهي تعاقده بنهاية الموسم أبدى موافقة مبدئية على تجديد تعاقده بدون أي شروط وبدون كمان زيادة في العقد، ولكن تقديرا من إدارة نادي الزمالك فالإدارة قررت إن هي تقدم لعبد الله السعيد عرض جديد بدل موسم واحد بمدة موسمين. الموسم الأول إلزامي والموسم الثاني يكون اختيار بموافقة الطرفين، اللاعب ونادي الزمالك. عبد الله السعيد يعتبر واحد من أبرز عناصر الفريق خلال الفترة الأخيرة، وبيتم الاعتماد عليه أساسيا في التشكيلة الأساسية للفريق مع كل المدربين اللي مروا عليه مع النادي. بعد وقعة محمود بن طايق في مباراة بتروجيت، رابطة الأندية قررت عدة قرارات. القرار الأول هو عدم تغيير قرار اللجنة الفنية بأي حال من الأحوال طالما تم إبلاغ مراقب المباراة والإذاعة الداخلية للملعب. وقررت القرار الثاني هو اختيار رجل المباراة في الدقيقة 90 من عمر كل مباراة بدلا من 85. طبعا رابطة الأندية اتكلمت كتير في وقعة محمود بن طايق بعد استبعاده من جائزة الأفضل بعد ما تم الإعلان عن اسمه بالفعل، وأوضحت إن اللي حصل كان عبارة عن سوء تفاهم وتأخر في إبلاغ المذيع الداخلي لاستلام الجائزة بمنح طبعا الجائزة اللاعب بتروجيت بدلا من محمود بن طايق. كنت كلمت حضراتكم في الفيديو اللي فات ان في محاولات من احد اعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك لعودة كونراد مشلاك الى الفريق مرة اخرى، وان وجهة نظر هذا العضو ان مشلاك هياخد فلوسه ومكانه كاجنبي احنا مش عارفين نرفعه ومش هنجيب صفقة مكانه، يبقى نستفيد من اللاعب حتى نهاية الموسم. تم عرض الامر على جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، ووعد اداره الزمالك بحسم الامر عقب مباراه القمه مباشره، اما بالموافقه على عوده اللاعب ومحاوله التفاوض معاه للعوده مره اخرى، او عدم رغبته في وجود اللاعب حتى نهايه الموسم والاكتفاء بمجموعه اللعيبه اللي موجودين حاليا في الفريق. الغندور يعتذر للاعب الزمالك. وجه خالد الغندور اعتذار الى التونسي احمد الجفالي جناح الفريق بسبب التصريح الغلط اللي ادلى به الغندور بشان اللاعب،
وهو أن الجفالي خرج غاضب بعد مباراة بتروجيت بسبب نزوله في الثواني الأخيرة، وأشار إلى تلقيه مكالمة من أحمد حسام ميدو أكد لي أنه بالفعل التونسي مشي بعد المباراة مع وكيله لأن اللاعب ليس لديه عربية ولا يعرف أي شيء في القاهرة. الجفالي لسه جاي وما يعرفش أي حاجة في مصر، واللي خلانا نقول هذا الخبر إن إداري الزمالك بحثوا عن الجفالي بعد اللقاء وهاتفه كان مغلق. عمري ما اتخيل ان جمهور الزمالك حزين، فما بالكم لو حسيت انهم زعلانين مني. حقكم عليا، انتوا والقلعه البيضاء مكانكم فوق الراس وفي قلبي. وانت كذاب، والكلام اللي انت بتقوله كله تأليف. هل معنى ان اداري في نادي الزمالك اتصل على الجفالي لقى تليفونه مقفول ان اللاعب يتعمل عليه السيناريو ده ويبقى مشي مقموص وجاب عربيه مخصوص وروح؟ يا عم انت بتألف، والله بتألف. في موقف محترم يا ريت كل الناس تعمله، هيثم فاروق يدعم زيزو. حرص هيثم فاروق نجم دفاع الزمالك السابق على دعم اللاعب احمد سيد زيزو لاعب الفريق الحالي، وذلك قبل مباراة الفريق الابيض القادمة امام النادي الاهلي يوم السبت المقبل في الجولة ال15 من مسابقة الدوري، حيث نشر هيثم فاروق عبر انستجرام صورة لزيزو في 4 لقطات بتيشيرت نادي الزمالك ولقطة في نص الصورة بتيشيرت المنتخب، وعلق عليها قائلا: كلنا معاك يا بطل. والله من كل قلبي اتمنى ان فعلا كل الناس تدعم زيزو الفترة دي. زيزو يستحق الدعم وقدم معانا على مدار 5 سنين كل شيء ممكن يقدم. بلاش بقى نقرص عليه واحنا اللي ننزل مستواه ونرجع بعد كده نقول اللاعب خاننا واللاعب باعنا واللاعب مش عارف راح فين. طبعا زي ما قلت ابراهيم فايق نيته في موضوع استضافة امير عزمي مجاهد ما كانتش نية كويس، لان بمنتهى البساطة انت بتستضيف واحد لسه مرفوض من شغله، فالعادي جدا انه يكون متعصب على الاخر وممكن يقول كلام غير حقيقي. امير عزمي مجاهد ايام المجلس السابق لما تم اقالته هو ومدحت عبد الهادي على الهوا في التلفزيون ومحدش جاب سيرته بعد كده بكلمة كويسة. انما على الاقل المجلس ده لما مشاك بشكل في ادميه، يعني مشيت ببيان واتعمل لك بوست في النادي في الصفحه الرسميه بتاعه الزمالك بيشكروك فيه، وحازم امام واحمد حسام ميدو وكتير من نجوم الزمالك كتبوا فيك كلام كويس. تاني حاجه، قصه بقى كريستيان جروس ومشيانه والشرط الجزائي. جروس راح على نادي الزمالك بطريقه وديه وقام بتوقيع اتفاقيه تسويه ماليه مع النادي قبل المغادره بخصوص المستحقات المتاخره. الفلوس هتحول لكريستيان جروس وفقا لاتفاقية تسوية تم الاتفاق عليها بالتراضي ما بين الطرفين. اما بالنسبة لأمير عزمي مجاهد نفسه فخد مرتب الشهر الاخير 150 الف جنيه مصري عن طريق شيك مقبول الدفع من ايام. سمير عبد التواب عقد بيسيرو مع الزمالك في منتهى القوة. كشف سمير عبد التواب وكيل اللاعبين تفاصيل عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو مع نادي الزمالك بعد التعاقد معه خلفا للسويسري كريستيان جروس. وتحدث سمير عبد التواب عبر تصريحات تلفزيونية: تعرفت على بيسيرو عندما كان مدرب لمنتخب نيجيريا، واخبرني ان الفترة التي قضاها في تدريب الاهلي بمصر كانت مؤثرة جدا في حياته. الزمالك اصبح لديه خبرة كبيرة في صياغة العقود وتأمين نفسه من الناحية المالية، وهو ما حدث في عقد البرتغال. عقد بيسيرو مع الزمالك ممتد حتى نهاية الموسم مع إمكانية تمديده لموسم إضافي بشروط واضحة وضعتها الإدارة في العقد. وأوضح سمير عبد التواب: هناك بنود واضحة أنه يتم تمديد العقد في حال تحقيق بطولة سواء الدوري أو الكونفدرالية، أما في حال تحقيق الكأس سيكون القرار في يد الإدارة. ووصل سمير عبد التواب: الحالة الثانية لتمديد العقد هو رغبة إدارة الزمالك نفسها في الإبقاء عليه، بالتالي تقوم بتفعيل الموسم الإضافي بشكل تلقائي. هناك أيضا بند يسمح أنه في حال فوز الزمالك بالدوري والكونفدرالية يتم رفع القيمة المالية للعقد مع تمديده بشكل تلقائي. عندما رشحت للزمالك جوزيه جوميز أو بيسيرو كنت أرى في كل واحد منهم جوانب فنية مميزة. الاجتماع عبر زوم ما بين بيسيرو وميدو قبل التعاقد كان مكثف جدا ودار نقاش حاد حول اسلوب اللعب والخطط قبل الاستقرار على المدرب. وفي نهاية فيديو النهاردة بشكر كل حضراتكم على حسن المتابعة والاستماع، مع وعد بتجدد اللقاء. تقبلوا تحياتنا مؤمن شلبي ومحمود فاروق من قناتكم كرة كل يوم مع مؤمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.